السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شفنا في الحلقة الثالثة في آخرها إن تومي بنته روبي ماتت، وده طبعا بسبب فشل المرض اللي هو كانت عندها اللي هو مرض السل. وده طبعا رغم إن تومي كان بيحاول يعالج بنته لكن ملحقش يعالجها، رغم إن كان جاب الحل للعلاج اللي هو الذهب زي ما الدكاترة قالوا له. وبنشوف الحزن الشديد جدا جدا على تومي ومراته في آخر الحلقة الثالثة. خلص الحلقة الثالثة على كده وبنيجي يلا نروح على الحلقة الرابعة بتاعت النهاردة. بتبدأ الحلقة الرابعة وبنشوف جنازة روبي وكلهم ماشيين فيها، وتومي وارثر وكل الناس اللي من عيلة شيلبي ماشيين في الجنازة بتاعت روبي، وسط بقى الكادرات اللي بتتصور والاخراج الجامد جدا اللي احنا متعودين عليه في مسلسل بيكي بلندر على طول. وطبعا ده غير الموسيقى التصويرية اللي بتخليك اصلا تتأثر بالموقف حتى لو الموقف ما يأثرش. تومي بيكون معاه كلمات كانت روبي كاتباها قبل ما تموت علشان يقولوها لو هي ماتت، فتومي بيروح لارثر اخوه بيقول له خد اقرا الكلمات دي علينا، لكن ارثر ما بيكونش قادر يقرا بسبب الحزن الشديد والعياط اللي كان هو بيعيطوا. تومي بيقرر انه ياخد الورقة دي وبيروح يقرا الكلام ده كله على الناس اللي واقفة في الجنازة بتاعت روبي بنته. بيكون ملخص الكلام ان ابوها هيبطل الحاجات اللي هو بيعملها دي ويبطل الشغل مع العصابات وشغل الجرايم والحاجات اللي بيعملها الوحشه دي، وان هو يكون مستغل الاماكن اللي هو بيشتغل فيها دي الاماكن الخير بس، وان النهر اللي بينقلوا فيه البضاعه والمخدرات والكحولات والحاجات دي كلها عبره يعكسوا كل الكلام ده ويخلوهم ينقلوا فيه حاجات خيريه وحاجات مفيده. بعد كده بنشوف الحزن الشديد جدا والتاثير الشديد جدا على كل اللي واقفين بسبب وفاه روبي، وبنشوف ان تومي مشي بعد مراته لما زعلت جدا جدا لما بداوا يولعوا في الجثه. تومي بيروح عند المكان اللي فيه ازمي اللي هي كانت مرات جون، وبيكون دي ردة فعل قويه جدا من تومي ان هو يقتل كل الناس اللي هناك الستات، وبيكون متعصب جدا وهو بيقتل فيهم ومش عايز يسيب حد عايش. يجي تومي يمشي وبنشوف انه متاثر جدا في الغابه وعمال كل شويه يقع ويسند على الشجر بسبب الحزن الشديد اللي هو فيه. وحاله تومي في الموسم السادس اللي هو الاخير ده كلها حاله نفسيه تعبانه، يعني على طول متاثر. وطبعا شايفين احنا التغيرات اللي هو بيعدي بيها في حياته والحاجات الصعبه اللي بيمر بيها من اول موت بولي لحد دلوقتي موت روبي بنته. بنشوف بعد كده ان ازمي جت العربيه اللي تومي راكبها علشان يرجع من الغابه مكان ما قتل الناس دي، وبتكون عايزه تهون عليه اللي هو فيه، وبتعرض عليه شويه ناس يساعدوه في الحاجات اللي هو فيها علشان تومي ينهي الامر اللي هو شغال فيه لحد دلوقتي ده ومبوظ له الدنيا. وبعد كده بيسمع الكلام بتاع ازمي وبيقرر انه يرجع البيت ويعمل علاج من مؤسسه كبيره جدا تعالج مرض السل اللي كان عند بنته. بيعرض التجربه دي على مراته، لكن مراته ما بتكونش موافقه عليها وبتقول له ان بنتك ماتت خلاص واحنا ما ينفعش نعالج ناس تانيين، هنستفاد ايه لما احنا نعالج ناس وما عرفناش نعالج بنتنا. لكن طبعا تومي بينفعل عليها جدا وبيقول لها ان انا هنفذ الموضوع ده، يعني هنفذ الموضوع ده وده هيعتبر اول عمل خير اعمله في حياتي. وبعد كده بيروح عند ارثر اخوه مكان ما هو قاعد وتايه وسرحان في الدنيا وحياته ضايعه من اول الموسم ده. ما شفناش ارثر فاق الا في الحلقه الثالثه اللي فاتت بس خالص، هي دي المره الوحيده اللي شفنا فيها ارثر طبيعي زي اللي احنا عارفين عليه. بيحاول بقى يفوقه ويرجعه لذكرياته بتاعت زمان ويفكروا بنفسه كان بيعمل ايه زمان ومين اللي كان بيخاف منه وكان اسمه عامل ازاي في وسط البلد، وبيقعدوا بقى يفتكروا الاحداث اللي حصلت ليهم من ساعه موت جون لحد موت روبي دلوقتي. تومي بيعرض عليه الاتفاقات اللي هو عايز يعملها مع الناس بالذات جاك نيلسون علشان يمر بالمواقف اللي هو بيعدي بيها دي كلها ومفيش حد اتعرض للخطر. في الاخر بيقول لي ارثر ان مفيش فاضل حد فيهم غير هو وهو بس، يعني هما الاثنين اللي وبالفعل ارثر بيوافق ان هو يرجع حياته طبيعيه خالص ويكون في ظهر تومي زي ما كان في الجزء الاولانيه. نشوف بعد كده ان موزلي وجاك نيلسون بيروح عند تومي البيت بتاعه علشان هو عازمهم على عزومه. طبعا بيكونوا هم مش فارق معاهم مين اللي عايش ومين اللي ميت وايه الحزن اللي تومي بيعدي بيه، فبيقرروا ان هم كلهم يغنوا. وسط الغنى ده تومي بيخش عليهم وبيكون متاثر جدا وحزين وبيقعد ساكت. بيكون الغرض من الاجتماع والعزومه دي ان هم يتفقوا على الحاجات اللي هيعملوها في المستقبل القريب. المشهد ده كله اتاخد على شوت واحد من غير ما يتقطع منه اي حاجه، وكان جميل جدا نقل الكادر ده من عند جاك نيلسون لحد تومي لحد اي حد بيتكلم في الموضوع. عن وسط الكلام الكتير بتاعهم وعرض للحلول اللي هم بيقولوها وعرض الحاجات كتير جدا بيتفقوها مع تومي كان قاعد ساكت وبيسمعهم بس. في اخر الكلام تومي بيتفق على كل اللي هم بيقولوه دوت، وبنعرف ان هم عاملين شعار الخائن بتاع هتلر، وبكده تكون الامور يعتبر وضحت نسبيا ان هتلر موجود في المسلسل ده. طبعا هي شخصيه هتلر اللي احنا زي ما شفناها في التريلر ممكن تكون هي، بس لسه مش فاهمين ايه علاقته بالموضوع اللي هو بيعدوا بيه دلوقتي. اكيد كل حاجه هتوضح في الحلقتين الجايين. وطبعا زي ما احنا عارفين ان تومي كان عايز يبيع الافيون بتاعه لليهود، لكن جاك نيلسون كان عايز ياخد الحاجات بتاعه تومي. بنشوف ان جاك نيلسون عرض على تومي ان هو يفتح له بوستن ويبيع فيها كل الحاجات اللي هو عايز يبيعها مهما كانت، وده طبعا اللي تومي كان عايزه قبل ما بنته روبي تموت. لكن دلوقتي هل الامر هيكون زي ما هو زي ما كان زمان؟ تومي بيقرر ان هو يجيب لهم تشرشل زي ما كانوا متفقين مع بعض علشان يدوا له بوستن يبيع فيها كل الموارد والمنتجات بتاعته. لكن تومي بعد كده بيعرف ان في شويه غدر وخيانه من ناس قريبين منه على الموضوع بتاع جاك نيلسون ده. وفي اخر الحلقه بنشوف ان تومي قاعد بيتكلم مع نفسه في المكتب بتاعه بيقول ان هو مش شيطان وان هو عايز ينهي الموضوع اللي هو ماشي فيه ده. وطبعا بيجي في دماغه كلام بولي ان في حد هيموت من العيله بتاعتك، او مش حد واحد ده ناس كتير هتموت من العيله بتاعتك، ولو انت ما قتلتش اي حد يا تومي يقف قدامك كل العيله هتموت. فقالت له الكلمه اللي على طول بنسمعها من اول ما الموسم ده بدا وهي كيل
يعني اقتل. تخلص الحلقه الرابعه على كده وبنكون عارفين ان احنا داخلين على حلقتين دمار، لان بكده تومي هيكون عايز ينتقم من اي حد كان سبب في المشكله بتاعته دي، وسبب موت بنته وسبب موت بولي وسبب موت جون وسبب موت كل الناس اللي قريبه منه. بس انا شايف ان السيزون ده درامي زياده عن اللزوم اكتر من المواسم اللي فاتت. يعني في ناس ممكن يكون عندها وجهه نظر وتقول لك السيزون ده ضعيف، في ناس ممكن تقول لك السيزون ده مقبول، وفي ناس تقول لك السيزون ده ممتاز واحنا بنحب الدراما اللي بالشكل ده. طبعا التغير اللي حصل في السيزون ده هو بسبب ان تومي شخصيته متغيره تماما عن الخمس مواسم اللي فاتوا، وده بسبب الحاجات اللي تومي مر بيها في كل المسلسل ده. بس يا ترى تومي في الحلقتين اللي فاضلين على المسلسل وينتهي للابد هيتغير ويرجع زي ما كان في الاول وياخد حقه، ولا هيسلم نفسه للامور خالص وتومي يموت في اخر المسلسل؟ انا حقيقي ما عنديش فكره عن الموضوع وعن نهايه المسلسل، لان فاضل حلقتين، يعني لحد دلوقتي 4 حلقات دراميه 100%. اتفاقات وفيها شويه كلام مهم وحاجات مهمه وتمهيد لاحداث مهمه، بس هل كل الاحداث المهمه اللي هتحصل دي هتدور في حلقتين؟ خصوصا ان الحلقه يعني 50 دقيقه فمش كتير. عامه هنعرف ايه اللي هيحصل في الحلقتين الجايين بعد ما ارثر فاق خلاص، وبعد ما تومي قرر ان هو ينتقم من اي حد ويقتل زي ما كلام بولي كانت بتقول له. وبس كده تكون حلقه النهارده خلصت افلامنجيه، واستنونا في الحلقات الجايه واعملوا لي لايك على الفيديو ده لو عجبكم. تنسوش تكتبوا لي كومنت تقولوا لي ايه رايكم في الحلقه دي، ولو انتوا عايزين نعمل لكم اي حاجه قولوا لي رايكم فيها واكتبوها لي في الكومنتات. كمان ما تنسوش تشوفوا اعلانات رمضان اللي انا منزلها على القناه، وانتظروني في فيديوهات رمضان اللي جايه ان شاء الله. ربنا يجيبه عليكم بالسلامه. لو انتوا اول ما شفنا على القناه وعلى اليوتيوب فعل الجرس واشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد، وشوف الفيديوهات اللي فاتت علشان لو انت عايز تفهم اي حاجه من اللي فاتوا. هتلاقي عندك مسلسلات اجنبيه ومسلسلات عربيه وافلام واعلانات وكل الكلام ده. توحشونا جدا يا افلامنجيه، وانا طبعا بتواصل معاكم على الكوميونتي، ولاي حد عايز يتكلم معايا في اي موضوع يتكلم فيه عادي، احنا كلنا اخوات. ما تنساش بقى تتابعنا على الانستجرام، وعندك اللينك بتاع الفيسبوك، وعندك لينك البيج بتاعت الافلامنجي هتلاقيني سايبها لك في الوصف تحت. عندك برضو فيديوهات التيك توك اللي انا هبعت لك برضو اللينك بتاعها. تابعني على كل المنصات دي علشان تبقى لامم كل حاجه انا بقولها ومتابعني في كل مكان. بحبكم جدا وهتوحشوني، واشوفكم في الحلقات الجايه ان شاء الله. سلام.